بقول للسيسي انذر، اعرف ان انت صنعت طالبان جديدة وصنعت القاعدة جديدة في مصر. كل الجموع دي هتتفرق جماعات استشهادية وهيدمروك وهيدمروا مصر، وانت اللي دمرت مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا بعتذر لكل شعب مصر على الفيديو اللي استخدم استخدام غلط، وكان الفيديو ده ليه ظروف ان هو كان ساعة غضب، كان يوم 3/7 بعد البيان، وخفت على مصر وخفت على اهل مصر، وخفت ان احنا نبقى في حرب اهلية او ان احنا نقتل في بعضينا، او تبقى في مشاكل وتبقى وناس تتصرف بمزاجها والناس مش مسؤولة عن تصرفاتها. حذرت من كده، حذرت ان يبقى في ارهاب او يبقى في حاجة وحشة او في حرب اهلية. ده خوف على البلد. بس التعبير خني لان كان في غضب، وكان في غضب في الشارع، والناس كانت بتتصرف تصرفات غريبة، ناس تكسر العربيات. خفت من الناس دي ان هي تتصرف تصرفات مش مظبوطة وتحرق البلد. خفت ان الناس دي تنحرف عن الطريق وتشكل جماعات. انا خايف من الدم. كل الدم دم مصري، وكل الناس دي كلها مصريين وعايشين على ارض مصر. ليه نقعد نقتل في بعضينا؟ وليه نقعد نقتل في بعضينا؟ نتقتل في سينا ويتقتل هنا ويتقتل هنا. كلنا مصريين شاربين من النيلها. انا خايف على البلاد، خايف منها من الفتن، وخايف من الحرب الاهلية، وخايف من الدماء البريئة. انا بعتذر تاني مرة لكل اهل مصر. انا كنت في حالة غضب، واحيانا الغضب بيبقى حماقة، واحيانا الغضب. بس الخوف ده انا ما انتميش لاي جماعات، ولا انتمي لاي احزاب، ولا انتمي لاي تيارات، بس انتمي لارض مصر. كل اهل مصر اهلي، وكل دم مصر دمي، ان كان في الجيش، وان كان في الشرطة، ان كان في الشعب، ان كان هنا او هناك، كله اسمه مصري. يا ريت حد يفهم الكلام ده، ويا ريت للاعلام ما يستغلش الامور دي ويشوف اصلا المغزى بتاع الفيديو كان ايه. المغزى كان تحذير ان الحاجات دي تحصل. المغزى ان تحذير ان كان في ان يبقى في شيء يدمر البلاد. الرصاص ما بيفرقش، ما بيشوفش، بس كله بيجي في مصر. رصاص من مصر خارج لمصر، قتل في مصر خارج لمصر. كلنا اولاد مصر، وكله بيموت في ارض مصر من اهل مصر. يا فرحة اعدائنا فينا. انا اسف للفيديو ده اللي اتفهم غلط. انا ما بقولش نحرم، انا ما قلتش نحرق ولا حاجة. انا خفت ان الناس تتصرف بنفسها، خفت ان كل واحد يعمل حاجة يأذي نفسه ويأذي غيره. والدماء دي كلها دماء مصرية، دماء طاهرة، كلها دماء مصر. اهل مصر كلها دماء مصريين. اللي يموت في الجيش مصري، واللي بيموت مرة الجيش مصري، واللي بيموت من الجيش مصري، واللي بيموت برصاص البلطجية مصري، واللي بيموت والبلطجي برضه مصري. كلنا مصريين. المفروض نحافظ على بعضنا، مش نقعد نقتل في بعضنا. ما ينفعش. ده يرضي مين؟ ما يرضيش حد الا عدوائنا، ما يرضيش حد الا اعدائنا. اعدائنا بس هم اللي فرحانين باللي احنا فيه ده. ربنا يحفظ مصر، ربنا يحفظ مصر، يحفظ مصر، اهلها، شعبها، جيشها، وداخليتها، شرطتها، اهلها كلهم. ربنا يحفظهم ويهديهم. ربنا يا رب يجعل لنا امر رشد، يجمع فيه كلماتنا يا رب. يا رب يجمع كلماتنا يا رب. انا خايف على اهل مصر وخايف على مصر. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.